علموهم احترام الفرص. مش أي حد يسيبك ويبعد شهر 2 سنة 2 ويرجع، وأحيانا أكتر، من غير ما يفسر لك بعده، من غير ما يشرح لك أسبابه. مشي ليه؟ يسيبك ميت من التفكير. يا ترى أنا قصرت في إيه؟ طب معقول أنا ما كنتش كفاية؟ ويرجع بقى بعد ما لفته يدور على الحد اللي اتأذى بسببه. عنده وقت فراغ فضى يشوف الحد اللي ما ظلموش، اللي ما جاش عنده قال لك اشوف الباب المتوارب ده، يا ترى لسه مستنياني؟ او بقى لما خد على دماغه من غيرك وعرف انك كنت مديله اكبر من حجمه في حياتك، حب يرجع تاني عشان يحس بقيمته، يحس بالمساحه اللي انت كنت مديها له، يحس بالصوره اللي ما كانش بيشوفها غير في عيونك. فمن فضلك لما يرجع اقفل الباب في وشه. علمه احترام الفرص. لما مشي بمزاجه. لما يفكر يرجع لا، لما يخبط بابك يخبط بمزاجك. علموهم احترام الفرص. استناكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات. كم مره